لا ينصح بمشاهدة هذا البرنامج للأشخاص الأقل من 12 سنة. أهلا بكم في هذه الحلقة من لغز الجريمة. مسلسل اختطاف الأطفال واغتصابهم لم تنتهي حلقاته بعد. حالة اختطاف أخرى عرفتها مدينة ابن باديس بولاية بالعباس. حالة من الخوف والهلع والرعب تعيشها المدينة للمرة الثانية على التوالي، وبالأخص بعد مقتل الطفل شعيب الميلود والعثور عليه جثة هامدة مرمية داخل كيس بلاستيكي. ترى هل سيتكرر سيناريو القتل والاغتصاب مع الطفل محمد نجيب؟ لنتابع. ابن باديس مدينة تابعة لولاية سيدي بالعباس، تبعد عنها بحوالي 40 كيلومتر، وأكبر دوائرها مساحة. في هذه المدينة الصغيرة تسكن عائلة من 5 أفراد. يشتغل رب هذه الأسرة في مجال البناء ليعيل زوجته وأطفاله الثلاث. مارس 2016 طلب محمد نجيب الطفل ذو 8 سنوات الإذن من أمه للذهاب إلى بيت عمته. أنا عندي نلعب سوا، ما خليناش نلعب. لا ما تروحش. سوا خليني نروح. لا ريحت تلعب، ما تروحش. ما تروحش نجيب. نجيب كان يلعب مع خوه في الجو. دات لهم قلت له شوف، قلت له توربت، قلت له ما ديرش على الجو، قلت له كل واحد تورته يلعب. لعب هو يلعب عاود جا خو قال لي ماما راني ماشي عند رقيه. قلت له ما تمشيش، قال لي ماما يعني نمشي دوك نجي، ما نبطاش. قلت له بردك ما تروحش، قال لي لا نمشي عند رقيه. ديك الخارجه كي يخرج ما ولاش. شعرت أم نجيب عشية هذا اليوم بشيء عظيم يهوي على قلبها، وأحست وكأن مكروها أصاب ابنها، فنادت صغيرها تسأله عن مكان أخيها. اجري عيط له، اجري نصبح راه برا. يا ربي الله يجعل الخير ان شاء الله. شوفي انا نخدم في الكوزينه ونشلل في الكسوه، والله يا اختي زوج خطرات ولا وجهي في ودني. كنت نطيب في الكوشه نسمع. عاود دخلت، عاود جيت هنا عند الباب نشرب في الكسوه تسمعت له. نقسم لك بالله يا اختي، نقسم لك بالله وهذا لي. قعدت نقول بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا. قلت له عبد الرحيم روح شوف خوك. قال لي ماما خليني نتفرج نلعب في الجو. قلت له روح شوف خوك. قال لي لا ماما يمشي عند القياض وكيجي. جا عندي مع نص نهار مع 11 كان هو وبنتي يلعبوا، ومن بعد مشينا للحمام. مشيت انا واختي للحمام ووصيت بنتي من بعد روحي دي اختك روحي باش تديها. خرجت انا واختي. هي من بعد بنتي عيطت مع كاع ما تفارقش هي محمد حموتي، ما تفارقش كاع هي وياه. مشات هي وياه لعبوا، ومن بعد عاودوا جاو للحمام. هو خلاته برا وهي دخلت. أخبرت الأم زوجها فور عودته من العمل عن الغياب المفاجئ لابنها، فظن الأب أنه في مكان ما بالقرب من البيت يلهو ويلعب مع أصدقائه، فذهب ليصلي وخرج للبحث عنه. كي دخلت مع 4:30 ماما قالت لي خرج على الوحده ما ولاش. توضيت صليت ومشيت نحوس عليه. كي تلاقيت خويا قال لي شداه مع جويه 2:30. قال لي مشيت للحمام. مشيت درت طلع في الماكين ما كانش. بلايص قال لي روح عند صحابه عند اللي يقروا معاه كلشي ما كانش اللي جابه. حوس كاع من باديس. المغرب مرت خويا قالت لي نجيب، قالت لي محمد نجيب، قالت لي ما راهش هنايا. قلت لها وين انت؟ قالت لي كاع ما، قالت لي على بالي انايا باللي راه عندكم. قالت لي اني عارفه باللي راه عندكم، على بها. قالت لي زعما ما حوشش فيه. لم تعثر العائلة على نجيب عند عمته، وتأخر عن العودة إلى البيت، فظنت أمه بأنه يمكن أن يتواجد ببيت صديق له يدعى عمر، إلى أن جاء هذا الأخير يبحث عنه. عندها شعرت الأم بخطر كبير قد أصاب ابنها. جيت نحوس عليه. مشي راح يلعب معاك؟ ما جاش. صاحبي عمر عنده الفيرو، قال لي مشي عنده. قلت له لا ما تروحش قعد. قال لي يسكن في الجرابه. قلت
قلت له لا. عاود كي جات 5:30 مانيش عارفه الوقت، جا هذا عمر قال لي عبد الرحيم محمد راه هنا. قلت له ما راهش هنا. قلت له ما كانش معاه. قال لي ما كانش معايا. قلت له عبد الرحيم، قلت له هجري عند رقيه، روح سقسي عند رقيه. خرج مع كي مشى عند جداده لقى بنات اختي ماشيين عند عمتهم، عند خالتهم، راح معاهم فطر في الماكين. كي لحقت الزوج هما راحوا للحمام، الحمام قريب لدار اختي. هما دخلوا للحمام وهو قاعد برا يلعب. كان فايت خويا لقاه في الماكين يلعب، قال اطلع للدار. من فما ما بانش. بالك دوك يجي، خاطش هو كي اذن المغرب حال فيه هو خو الصغير يقول له كي اذن المغرب نحبكم في الدار. نستنى اذن المغرب. قلت بالك دوك المغرب يجي. نستنى وياك حتى الغالي في التليفون. قال لي يا دراجه. قلت له ما جاش. تقول أم نجيب أن ابنها غادر المنزل باتجاه عمته، كما أنه ليس معتادا على التأخر إلى ما بعد المغيب. كي يبقى يكون عند جدته هنا عندها شوين يروح. عندي بناتي متربي مع بناتي، والبنات عندي زوج بنات مربيتهم ليما متربي معاهم، ماشي وليد خالهم خوت تا مع الربعه وشافوه غير منا، الجواري شافوه صحابه. انا داير له وقت خاصه ما يفوتش الاذان تاع المغرب، كنت انا نتسنى حتى الوقت تاع الاذان تاع المغرب اللي ما بانش عاد نروح نديكلاري، خاطر عنده وقت هذاك خاصه ما كون قاعد يدير الروطار ولا خاصه يدخل قبل المغرب. كي صليت المغرب وما جاش هو ديكلاريت عند لابوليس. حادثة اختفاء نجيب تركت خوفا وذعرا كبيرا وسط عائلته وبين أقاربه وسكان منطقته، خاصة بعد واقعة مقتل الطفل شعيب الميلود والعثور عليه جثة هامدة معتديا عليها جنسيا. انا الاحتمال اللي درته قلت انا راه في كاش واحد كريسه راه في دار مبلعين عليه، هذا هو الاحتمال اللي درته. هي قالت نعيط لصحابي وفاميليا الله يخلف عليهم، وقفوا معايا وقفه تاع تراريس بالكبير بالصغير، ما رقدوش حتى الصباح بالشرطه بالدار بكل شيء. انا الاولى كي عيط لي قبل المغرب بواحد 10 مينيت هكا ولا خاص ما عيطليش، كان يحوس على عند عماماته وكاع. كي عيط لي الاولى عيط لي قال لي محمد جا عندك، قلت له ودي ما جاش، خاص نضل يجي عندي للدار، قلت له ودي ما جاش، دوك نعيط للدار. عيط للدار قال لي ودي ما جا، قلت لهم كاع من النهار ما جاش، قال لي ما جا. عاود عيط له قلت له درك تغدر لابوليس درك. انتشر خبر اختفاء نجيب بسرعة البرق، وشرع الجميع في البحث عنه وتمشيط كافة أنحاء منطقته منذ عصر ذلك اليوم إلى ساعة متأخرة من الليل. انا نهار اللي قالوا لي تودر نقول لك تفكرت كاع نهار تاع ولدي، قعدت نبكي الليل وانا في المنامات مع ذاك الشير هذاك البز، وانا قلت لهم كاع هكا، وقعدت نقول لبنتي كاع هكا فاطمه دوك يردوه لهم، تقول لي ماما حلي يدوه ماشي يردوه. هذاك الصغير هذاك شادر هذاك شادر 9 سنين مسكين ما يعرف لا الكحله ولا البيضه. نمشوا نهولوا نمشوا نعودوا مع طريق المشينا، مشينا قلبنا الارض كانش ولا علينا عينا الله غالب. روح نمشي لبيته، تلاقيت انا وياه عند لابوليس ما كانش. عاود وليت انا عند لابوليس قلت لهم ودي يا جماعه السيد ما ماشي نورمال. قال لك ودي مدار يغيب، قلت لهم مدارش يغيب ماشي نورمال. الحق لابوليس الحمد لله تحركوا صدر بوجاو تمتم تحركوا من الاذان تاع المغرب حبسوش. ديجا اللي كانوا خدامين في الليل زادوا كملوا في النهار. شو صرا فينا شو صرا فينا كاع الليل حنايا ندورو كي المهابيل الخوتي الليل ولا نهار، والله ما خلينا بلاصه وحوسنا فيها. حتى السكانين اللي مبلعين مشينا لهم. انا قلت لخويا قلت له انا نمشي للجامع، انا نبرح في الجامع، نتوما راكم تحوسوا ما صبتوش، انا نمشي للجامع. والله لا هضرت مع الامام قلت له ولد خويا ها كيفاه قلت له ما بالش يا خويا، قلت له قبل ما يأذن العشاء خاصك تبرح به. قال لي صح اختي، وهكاك هو برح. الناس استخبرت كاع، فما كان قاعدوا بدو يجوا اصحاب خويا بن باديس كل شيء. شوفي راني نقول لك الليل ولا نهار كل واحد قبض جهه ما كانش.
يعني نضنا كاع حنا نحوسوا، حتى انا مشيت نحوس البنات كاع رحنا نحوسوا. الناس تفاكتت كاع الغاشي كاع ولاد بن باديس كاع العيبات اللي محمد نجيب طفل في 18 من العمر، لا يفقه شيئا في هذه الدنيا غير لعبة النيبل كما يسمونها ومداعبة الكرة رفقة أطفال حيه الصغير. درش انا روحي عاقل عاقل عاقل، اللي يجي يمشي يلعب حق اصحابه يضربوه. قسما عظما هكا في وجهه كي تشوفيه يبان ظريف، يبان. انا يجي عندي بزاف للدار خوه اللي صغير عليه ما على بالهش بيا كاع، هو يشوفني زقيت. كاين عندي واحد الصوالح حطهم في الدار ما نبغوش يخربوا فيهم، غير نزقي ما يزيدش يقرب. ولادي ما يخافوش مني كيما يخاف مني هو، وما يخافش مني غير انا، غير تزقي عليه يسكت. نهار اللي داوه نهار الجمعة الصباح، نهار الصباح أبيهم قال لهم اليوم تروحوا تصلوا معايا. لبس قشه عبايته بيضة كلشي لبسها مع خويا الصغير. أنا رايح جمعة ولدي. احنا تروح معايا؟ يقول بعض الأطفال ممن كانوا برفقة محمد نجيب أن شخصاً غريباً ناداه باسمه واتجه نجيب نحوه وكأنه يعرفه. فأمسك الرجل بيده وأدخله السيارة وغادر إلى وجهة غير معلومة. واحد شهود وين يقول باللي شافوا طفل حموده هذا شافوه يلعب في واحد المكان يسموه الزدمه، تما يعيطوا له الزدمه. من بعد ساعه من بعد ولا شافوه رايح مع شخص يقولوا في العقد الثالث ولا الرابع، يعني في 30 بين 30 و40 سنه، كان مرافقه ورايحين في واحد مشيت واحد الحي يسموه السوسيال، هما تما الحي يقولوا له السوسيال. الطفل هذا اللي شافه في عمره 7 سنوات، الشخص اللي رافقه يقولوا مجهول. يعني الطفل لما شاف الشخص اللي رافق حموده ما يعرفهش، يعرفه عن طريق الملامح برك، لكن معرفه مسبقه ما نظنش انه يكون يعرفه، لكن لانه اذا كان يعرفه كان يقول لهم روح مع فلان ويقول لهم روح مع شخص، يعني يبقى دائما الشخص مجهول اللي رافق حموده. انا ما شكيتش في واحد، كون شكيت في واحد ولا كنت نقول الامن باللي راني شاك في فلان. انا ما عنديش، كون عندي هكذا مشكل مع واحد ولا بالك ما عنديش مشاكل، كنت نقول لك يعيط لك واحد ولا يقول لك باغي يسقسيك شرب ما تروحش عنده. لما كان كنت مقلشه ما خصه والو، اي حاجه يقول لي عليها نديرها له، اي باش ما يخرج برا يلعب، يقعد في الدار هكذا لي جو ولا ميكرو ولا راهي في الدار، واللي يخرج ربع ساعه ولا يروح عند جداته يقعد كاع من يطول نص ساعه. واللي يلحق عليه المغرب، خاطر انا داير له المغرب خاصها تكون في الدار، واللي فات المغرب كي نحوس عليه نلقاه عند جداته. صافي ما كاش بلاصه نخدمها نلقى فيها. أم نجيب تؤكد أن ابنها يستحيل أن يذهب رفقة غريب، لأنها تنصحه باستمرار بعدم مرافقة أشخاص لا يعرفهم، خاصة بعد حادثة مقتل ميلود والتي لم يمض عليها سوى شهران. بالك يعيطكم واحد وتروحوا لعنده ويقول لك روح اشري لي نعطي لك تشري، شي لك حلوى دراهم. نقول شوف هذاك اللي قتلوه علاش هاكي داروا، علاش قالوا لها روح ولا ما تروحش، يزعقوا عليك يقول لك نعطيك النيبل ونعطيك الحلوى ونعطيك الدراهم، كيتك ما تروحش. في الموت تاع ولدي في ايام تاع الموت ولدكم ما ينوضوش مع بعض، ينوضوا لهنا يديروا زعما امنوا ينوضوا الشعب ويديروا ينوضوا مع بعضهم، يعاودوا كيما ولدي وعاودت لي هذا الصغير فاميليا. انا نغسل في الكسوه ذاك النهار، كنت نغسل في الكسوه كان يلعب هنا، جا ناض عندي قال لي ماما يعرف لي الدرس، قلت له ولدي يرقد قلت له هذاك من الحلوى، قلت له قال لها انت تاكلي في الحلوى قلت له هذيك من الحلوى نعط لك الدرس، قلت له بركاك الحلوى، قلت له كل الخبز باش تسمن. ما يبعدش يضل هنا غيمن يلعب النيبلي ولا يضل بالفيلو تاع ابيه.
ولا يمشي هنا عند رقية، يقول لي ما مشي عند رقية. بدأت الشكوك حول أن يكون المختطف شخصا معروفا لدى نجيب، وإلا كيف نفسر مرافقة نجيب له دون أي مخاوف؟ هذا يعرفهم، هذا غير ولد في لازم يعرفهم، كي لغاو له مشى، كان براني خاف منه. كان الناس يبغون، ما عنديش حتى بروبليم مع واحد. تقدر خدمتي صلاتي ما مقادر كبير صغير الحمد لله. الأب تاع الصديق تاعي حبيبنا عاقل، خدمته بيته، عائلة محترمة، عائلة محترمة. خاطر المشاكل كاع ما عندهاش أديان ولا حاجة وإنسان متقي، إنسان فيه الخير، وليدة عمرها ما غبن واحد ولا قزا واحد ولا. استمر البحث عن نجيب إلى فجر اليوم الموالي، ولكن لا أثر للطفل في أي مكان. 9 كانت 9 طلقوه، تلحق الحصري يطلقوه، كي لحقت 11 و 12 شي يديروا بيه؟ صحيح كانت لينا كيما الأول. قلت لها شوف، قلت لها أنا عقلي يقول لي بلي رحنا في دار مبلع. مر المغرب تروع الفيلاج، الناس كاع ناضت، الجيجان الله يعطيهم الصحة تاع بن باديس كاع ناضوا ما رقدوش. حنا تلمدنا هنايا وما والله ما تلمدوا الشبيبه البرد ليله اكثر من هذه الليله اللي راكم فيها اليوم عندنا، ليله الموت فيها، الموت تاع البرد، مالا فوق دوك لي هافاي ويجروا بلي لومب مساكين وكاع الليل كاع الليل هما يجروا. لا بوليس تاع بن باديس ناضوا بعديها لحقوا جدرميه. الخوف من القادم كان كالسكين ينخر قلب والدا محمد، لكن بصيص أمل ظل باق في احتمال وجوده حيا. الساعة تشير إلى 11 صباحا، حالة استنفار قصوى عرفتها المدينة فجأة، والحديث عن العثور على جثة فوق غصن شجرة زيتون لطفل صغير، وأغلب الظن أنها للطفل المفقود. جاتني مكالمه وين يقولوا باللي راهم لقاو الطفل هذاك. انا في بدء الامر لقاو الطفل، الحمد لله اللي لقاوه. يعني للاسف قال لك لقاوه جثه هامده، لقاوها مرميه في وسط اشجار الزيتون. هذه هي المعلومه الاولى اللي وصلتنا. دونك رحت مدينه بن باديس، لما وصلت تما لقيت الناس فضوليين بزاف تما واقفين، لقيت وكيل الجمهوريه اللي تنقل لعين المكان، الشرطه العلميه، مصالح الدارك، لا بوليس تاع بن باديس، وحنا الشعب تلاقينا مع بعض كاع. كارثه ما تقديش ما على باليش من مشكوره بحاجه. المهم ما على باليش كيفاش شفت يداه، انا شفت يداه وشفت النعاله تاعها لتحت، وليت ما قديش نزيد نقرب. شفت الشرطه طلعوا عاودوا لحقوهم لي جندار، لقاوه في الزيتون منا مطلعينها في شجره. انا ما شفتش، ما خلونيش نشوف وما بغاوش يحكوا لي. وصار اليوم في جبره، رحل عني وفارقني حزين. حسبي الله ونعم الوكيل. قتل ولدي، حرق لي كبتي، يا ربي شو نقول له، يا ربي تعوض الحق. حرق لي كبتي، يا ربي تجيبوا لنا حرقوه، يا ربي حرقه. ها هما كاع في صراتي ولدي، بصح ما يحشموش، عاودوا جابوها عند هذا. كان واحد اخرين كي شافوا هذا اللي راهم في الحبس، راهم شايفين الزينه اللي قتلوا ولدي، ما شايفينها زينه، هي نورمالمون ما يعاودوهاش. حسينا على خاطر راهو ديجا راها صرات الفاميلتي هذا. عرفنا باللي تا ولد خويا تصرى له هكا، كي شفناه ما جاش عرفنا باللي تصرى له هكا. انتقلت مصالح الدرك إلى عين المكان وأحاطت مسرح الجريمة، وتأكد المحققون بأنها جثة محمد نجيب بعد التعرف عليه من قبل أهله ومعارفه، وعثر على نعله أمام شجرة الزيتون. نزل الخبر كالصاعقة على أهله،
وعلى سكان المدينة خاصة بعد تقرير الطبيب الشرعي والذي أكد وفاته خنقا بعدما اغتصب. ترى قلبي يا اختي راهي في شهرين من اللي داو هذاك الباص. شنو نقول لك اختي؟ راهي في شهرين من اللي داو هذاك الباص، ما داروا امن في القرايه. اختي كي داروا ذاك من داو ذاك الباص على ما داروش بوليسيه عند القرايه، داروا بوليسيه عندنا عند السطاد وين يلعبوا الباص عند الجامع. هي في شهرين صرات قلت لك هذه مشكله، وزاد هذا بغيتوني فيه من هذا الصبي، هذا البراءه، هذاك الدنهاك دير فيه كما داروا قوم لوط. يعني الصدمه كانت كبيره، لماذا؟ لانه الجريمه جات بعد شهرين او اقل من شهرين من حدوث جريمه اخرى مماثله، وروح ضحيتها الطفل هذاك شعيب الميلود ربي يرحمه لسيناريو واحد. يعني وهذا المجرم هذا اللي تخلى على الانسانيه تاعه، وضعه حتى في الوضعيه اللي وضعه فيها، وضعه يعني تشك باللي الروحه، لان طلعوا في القمه، لان الشرطه العلميه كي طلعت الشجره اختفت الشرطه العلميه، اختفى في ذاك تاع في البلورك تاع الاغصان تاع الشجره، اختفى كاع ما قعدش يبان. يعني اللي وضعه في يعني حطه في بوزيسيون وضعه نيشان، وكانت الريح كان قادر يطيح يعني حطه. فاجعة أخرى تتكرر في هذه المدينة، وبعد شهرين فقط حالة من الرعب والخوف تنتاب الجميع والأطفال على الخصوص. دروك رانا نخافوا على بناتنا على ولادنا. دروك انا بنتي نرسلها تقول لي ماما ما نروحش، دروك القرايه ولاو يكرهوها. اي ماما خليني نقعد في الدار كاش ما يصرالي. سما ما يقروش عليه، دوك انا نخدم ولا نديه يقرا ولا نروح نجيبه ولا كي باغي ندير. صافي دير واحد يكون هاني ولا معليش اللي يداه وجابه، بصح واحد خدام ما يقدش يدي ولده ويجيبه. يا ولدي قبضني منين؟ يتولد حدايا هذا في داره، يا برا كي داير. احنا بلا قلوبنا غادي يحبس قدام ولادنا، احنا غادي نموتوا قدام ولادنا. علاش؟ 150 تلميذ، 150 ام واب عند اللي كنت تستنى. بدأت جهود الدرك وكذا الشرطة في بذل أقصى ما تملك للقبض عن القاتل الذي ما زال طليقاً، وشرعت في عملية تمشيط داخل الحي واعتقال أي شخص يشتبه فيه إلى حين أن تثبت براءته. هم بزاف على حسب اللي سمعت، قالوا لي راهم 19 واحد راهم عند الكلمه الاولى اللي صارت تاع ذاك الوليد على باليش مين يجيو، ماشي ولاد الفيلاج، في وجوههم ماشي ما فيهمش الخير. مشاو قتلوا باز وليد مسكين ما يعرفش يهضر، يلعب غير النيبلي. هذا اللي راه فيه الشك، ثاني جاي من واحد الدوار ما على باليش مين جاي، ثانيك خطفه. احنا مازال ما درنا والو، حتى اللي حاشاك يذبحوا في الليل، يشربوا شراب ويذبحوا في الليل، ماشي ولاد الفيلاج. وبما أن قضية شعيب الميلود تم حلها عن طريق استعمال الكلاب المدربة، استعانت الشرطة هذه المرة أيضا بكلاب مدربة من أجل الإسراع في القبض عن القاتل. وفي هذه الأثناء قادت الكلاب المحققين إلى بيت غير بعيد عن منزل الضحية. من الإشاعات التي انتشرت هنا وهناك هو وجود شيء يخص الضحية في بيت هذا الشخص، لكن تبقى مجرد إشاعات ما دام التحقيق في القضية ساري، مع الحفاظ على سرية التحقيق للوصول إلى فك لغز هذه الجريمة. نظل نشوفه أنا ويعيط لي يقول لي السلام عليكم، زعما نورمال. كي جابوا الكلاب حاشاك
وقعدوا يبعدوهم يعاودوا يروحوا حتى لذيك البيت، واحد 3 فوا ولا يروحوا حتى لذيك البيت. السيد على حسب اللي حكاو لي قالوا لي كي خرج كان لي داك حشمان، داو كوفيرتا وداو نبقاو نظن التريكو تاعها فما كاين، زعما هو 90% خاطر هذا والديه ماتوا، خواتاته تزوجوا، خوه واحد اخر في الحبس راه قاعد وحده، يقدر يدير اي حاجه في سكنته، ساكن وحده. هذا اللي شيء صغير ماشي كبير، عنده واحد 20 سنه هكذا. انا ما على باليش بلي عايش وحده، هذا كان على بالي بلي عايش وحده، هذاك نعرفه نمشي حتى نفهمها طبع عليه، بصح ما على باليش بلي عايش وحده. اولى التحقيقات اشارت انه المتهم الرئيسي في القضيه يكون جار الضحيه. هناك شخصين اخرين اللي حسب المصادر التي نعتمدوا عليها، مصادر خاصه، هاد الشخصين هما ربما وجهت لهما تهمه عدم الابلاغ عن الجريمه، لانه يقولوا بانه ليله الحادثه والليله اللي تالت الاختفاء الطفل حموده كانوا متواجدين في المكان اللي عثروا فيه على الجثه تاع حموده. يعني بطريقه او باخرى يكونوا على الاقل شافوا شكون هذا الانسان اللي جاء خبأ هذيك الجثه تما. كثرت الإشاعات والأقاويل والشكوك حول من يكون القاتل. شبح اختطاف الأطفال واغتصابهم أصبح حديث العام والخاص، والتحقيق ما زال في بدايته، ولم يتضح إلى الآن من تكون هذه الذئاب. وهذا احتمال، كل احتمالات تبقى مفتوحه. هو التحقيق هو اللي راح يحدد من هو الفاعل وكيف قام بالاعتداء تاعه والجريمه. لكن كاين المسافه اللي لقاوها فيها، يعني لقاو فيها الجثه غير بعيده عن المسكن تاعهم بحوالي 800 متر هكذا. الحاجه الثانيه انه الناس شهادات الناس اللي تما يقولوا باللي المكان هذاك يعني مكان معزول، الطفل ما يروحلاش غير هكذا. يعني ما يطرح الفرضيه انه العمليه او الجريمه لم تنفذ في ذلك المكان، يعني نفذت في مكان اخر والجثه رمي بها هناك. انا ما يؤلمني وما يؤسفني وما يحزن قلبي ان يعني حادثه صارت في بن باديس عندها 45 يوم تاع مقتل ذاك الطفل شعيبني، مقتل تاع الطفل هذه نفس الحادث. هذا الانسان اللي دار هذه الحادثه بالله عليك يعني هذا كيفاش تصنفه؟ الجرح مازال ما تكملش، والناس ما في رعب، وزاد هذه الحادثه قام بالاعتداء على الطفل، قتله ودا حطه في شجره. هو الوقت اللي الناس عيات ومشات صافي مع 4:30 هكذا ولا مع الفجر، هو خرج صافي من الناس عيات، هو خرج يحطه. لما نقول له اكس لا يقري حطه امبوسيبل باش يكون واحد الروح. اخذت في الزيتونه كنت قلع الزيتون بالبيدو يطيح لك البيدو. نتائج تحليل الDNA لم تصل، والتحقيق مع المشتبه بهم ما زال متواصل، وجهود مكثفة من الشرطة والدرك للوصول إلى الجاني. كل هذا لم يطفي غليل أم احترقت بعد رؤية فلذة كبدها مقتولا ومرميا بين الأغصان. لذا قرر أهل الضحية ورفقائهم تنظيم مسيرة سلمية تنديدا لما يحدث في حق أطفالهم، ومطالبة بأعدام هذه الوحوش البشرية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تمكن هذا الشخص من حمل الجثة ولوحده ووضعها فوق أغصان شجرة الزيتون؟ وكيف تمكن هذا الشخص من المخاطرة بنفسه والخروج ليلا وقطع كل هذه المسافة بغض النظر عن مدى طولها أو قصرها دون أن يؤمن له الطريق شخص آخر؟ وما هي الحقائق التي ستكشف عنها نتائج الحمض النووي؟ لنتابع.
وبعد ظهور نتائج الحمض النووي انتقلنا ثانية إلى مدينة ابن باديس لنقف على حقائق مروعة. فمن كان ليظن أن مختطف محمد نجيب ومغتصبه كان شخصا مقربا من أبيه. نعرف أخوه كان صديق تاعي، هذه قديمة. من بعد صافي تفارقنا، على مرور زمن تلاقيت بخوه. كي سقسيت على خوه قال لي على هذا، قال لي راه في ليبيا، وهو كان في الحبس. من بعد عرفت انا باللي كان في الحبس. كي سقسيت عليه قال اسكو راه في ليبيا ولا لا، قالوا لي لا كان في الحبس، وهو قال لي انا كنت في ليبيا. انا ما كنتش نعرفه. كي تلاقيت انا وياه قال لي دبر لي خدمه. قلت له كاين خدمه. دبرت له خدمه كيما نديروا معايا، قاعد يخدم معايا. اشتركنا في الخدمه، قعدنا نخدموا مع بعض. من بعد ما قعدناش بزاف، قعدنا واحد 6 موا هكذا. جات هذه القضيه تاع ولد الشعيبي. السيد من هذاك النهار شهر ما بانش. كي قعدت نعيط له تليفون تاعهم بالله، نسقسي عليه يقول لي يقولوا لي راه عندنا سابه. بعد هذاك الشهر ولا كل يوم يشرب، كل يوم يشرب. الانتقام من لا شيء، هذا ما فعله القاتل. فبعدما نهى الجيلالي هذا الرجل الابتعاد عن تناول الخمر وأوقف تعامله معه، لم يتقبل هذا الشخص الفكرة ودخل مع الجيلالي في خصام وجدال. شوف، تبغي كل واحد يخدم روحه، تبغي نتفاهموا، انت درك تشرب وانا انسان ماشي تاع هذا الصوالح. قلت له تبغي نتفارقوا تبغي نكملوا، شو تريق روحك. المهم قلت لها كي تهنا نتلاقوا نريحوا نتقهووا نتفاهموا، ما فما كاين. حتى بعدما تخاصم قدم هذا الشخص إلى بيت الجيلالي وهو في حالة سكر. زين لي خويا اسمحني. وراح يطلب العفو، لكن وراء هذا العناق أشواك سامة لجريمة كانت تنسج خيوطها في الخفاء. كما نديروا قعدنا واحد الشهرين هكذا. واحد الليله جا عندي سكران قاعد يبكي، قال لي انا نبغيك وانت صاحبي والناس راح تدخل بيناتنا وما همش مخلينا زعما نخدموا مع بعض وكاع. قلت له هذيك راها عندك ماهاش عندي انا، ريقل روحك وانا راني معاك. من بعد الفتاه في اللوطو ديتها وصلته. تربص المجرم بضحيته، لكن هذه المرة ليس بالجيلالي بل بصغيره. فبينما كان الطفل نجيب يداعب الكرة وأصحابه والوقت عصرا، وجد المجرم بأن الفرصة مناسبة لينفذ مخططه وينقض على فريسته. يعرفوه يقولوا له عمي عبد القادر، صافي يكون يتلاقاه في الطريق ولا يعيط له يروح عنده، بلا ما يعيط له ولدي يروح عنده، خاطر علاه يعرفه بلي صاحبي. نادى المجرم نجيب وفور مشاهدته لهذا الشخص هرول إليه مسرعا بحكم أنه صديق والده ومعتاد على رؤيته في بيتهم، وحتما سيشعر الطفل بالأمان لرفقته. أمسك بيده وسار به لوجهة الموت دون رجعة. قول له بلي راني انا وابيك نخدموا في كاش بلاصه هكذا، روح راه مسحقيك ولا نروحوا عنده، يروح زعما سهله. بصح ماش هي الحاجه اللي بيني وبينه باش يدير لها انتقام. كاش حاجه بيني وبينه، ما كانش دراهم بيناتنا ولا. بعدما أشبع غريزته
قام المجرم بقتل نجيب ولم يفكر كيف سيتخلص من ضحيته، بل كان يعلم، فكل شيء مخطط ومدبر. حمل المجرم ضحيته بعدما دخل الجميع بيوتهم وسار بها إلى أشجار الزيتون التي هي ملك للأب الجلالي ولا تبعد عن بيت الضحية إلا بأمتار، وقام بوضع جثة الصغير فوق أغصانها وكأنه بذلك يريد إيصال رسالة معينة، وعاد أدراجه متخفيا. جا وكان ياكل عندي ويشرب عندي ومشي كسودي المشي كان يجيب مرته، هو تقريبا يوميا يفطر عندي. سودي كي تكون خدمه قريبه لداري نجيبه معايا يفطر، ولا زعما ولا تكون كيما نديروا يكونوا عندي صحابي ولا نجيبه ثاني يتعشى معاهم، ولا صافي نعطيه كسوتي، اي حاجه تكون عندي زياده نعطيها له. كنت نشري له حتى الصوالح لولاده، عندها ولد صغير كنت نشري له، زعما كي نشري لولادي نشري له، ما نبغيش صافي هذا هو الخير، هذا هو الخير، ولا داير كيف هكا. الليله اللي غاب فيها ولدي قاعد نتفكر في صحابي شكون هما، خاطر كي ديكلاريت لوفيسي قال لي تفكر بالك صحابك هكذا، ولا تفكرت عيطت له في التليفون. كي عيطت له قال لي رفد عليا نورمال، قال لي عاش نسمع صوتك وهذه الغيبه وماكش قاعد تبان، ماك الغالي ما والو. قلت له انا ما رانيش غايب، قلت له انا ولدي تودر، قلت له راني باغي نسقسيك اسكو بالك شته بالك تلاقيته ولا. قال لي لا، قال لي انت وين راك؟ قلت له راني عند الكوميساريه. قال لي دوك نجي عندك. فما كيما انا على بالي بلي ما يجيش، خاطر كان على بالي بلي خارج له بيد ريشيرش. وعاود الصباح قبل ما يلقوا المرحوم ولدي جا عندي هنا عند الدار، جا سلم عليا كي راك داير غايه لاباس. قال لي هذا لقيتوه ولا كاع ما لقيتوش، ما كان لا اخبار لا والو. قلت له ما بانش كاع. قال لي انا غير اسمح لي، قال لي راني ماشي ومرتي خليتها باغي تزيد راها في لوبيتال، قال لي خليتها وراني جاي عندك. قال لي غير اسمح لي، قال لي من بعد نعاود نولي عندك وروح. كان مقلق. 10 خطاوي هكذا ما بانش، 10 خطاوي ما بانش، صافي كان يدير كي جن. قيل أن هذا الرجل أي المشتبه فيه في عملية القتل له قضايا مماثلة في اختطاف الأطفال واغتصابهم، ويقال بأنه متورط أيضا في القضية السابقة أي في مقتل الطفل الأول شعيب الميلود. هو ديجا كانوا عنده قضايا كيف هكذا بزاف، بدير ما هذه الحاجة ماشي على خاطري أنا. هو لقى كيما نديروا الفريسه ساهله داها، خاطر ما يقدرش يدي نابورت واحد، ما يقدرش يروح معاه. كون نديروا في الليل ولا بالك، دوك هذه في النهار. عندها قضايا على حسب اللي قالوا لي، عندها 4، عندها واحده في ورقله حاكمين عليه في الغيبيه 10 سنين، وعندها واحده في بشار. الوقت اللي كان يقول باللي انا كنت في ليبيا هو كان في بشار، كان في الحبس، قاعد بالك واحد 7 سنين هو في المكان في الحبس ثاني كذا نفس القضية. وعندها واحدة في غلال ولاية موشنت ثاني كان خارج له بيد ولا شاف كان يحوسوا عليه، وهو داير ريزيدونس موشنت. وعنده قضية هذه عندها 2 قضايا في بنباديس. وجدت ملابس الضحية غير مبللة، مما يؤكد بأنه وضع بعدما توقف المطر عن النزول، أي قبل ساعة الفجر بقليل. طبيب شرعي قال باللي كانوا ناشفين، أنا ما شفتش وما وصلتش. أنا في ذاك الوقت ندور في أي وقت حتى الصباح وأنا ندور. مام هذيك البلاصة كي صليت الفجر مشيت طلعت لهذيك الجهة في المكان درت دورة وهبط. صافي من ذاك الوقت من بعد الفجر ما زدتش حبست. الشتاء حبست مع قبل الفجر. صافي هو حتى من بعد الفجر ولا مع الفجر. ربما يتساءل الجميع أين يمكن أن يكون قد أخذه، وكيف أمكنه تأمين الطريق لوحده وحمل الجثة لوحده على الشجرة دون مساعدة شخص آخر. كل هذا لا يزال قيد التحقيق الذي لم يكتمل بعد. حاب نعرف كيفاش داه وعلاش، ويحكي خاصه يحكي كل شيء، أنا كاع هكذا وما رانيش مأمن باللي هو
كون ماشي لاديان هي اللي بينت باللي هو، ما كنتش زعما نتصور باللي هو. ظلت أم نجيب تذكر صغيرها وتبكيه وتنثر دمعها، وأنيس وحدتها قد رحل. فنجيب كان يعرف كيف يواسي أمه، فكلما كانت أمه حزينة يمسح نجيب على وجهها أو شعرها ليشعرها بالطمأنينة والحنان. كيما الباز الاخرين حنين شغالي نقول لك، يشوفني غير هكا دايره يدي على خدي يقول لي ماما يا مالكي. كنت في السبيطار، هاد الخطره كنت في السبيطار، قال لي يا ماما يا شفيتيني، قال لي جمعت في الكرسي في القرايه، قال لي قعدت نبكي عليك. جيت عند المعلمه قالت لها مالك عبد الرحمن محمد، قال لها ماما يراها مريضه راها في السبيطار. قال لي عنقتني وقلت لها ما تبكيش، قالت لها دوك تجي. يشوفوا هيبطة يقولوا لي ماما يا عيطي الأبية، نقول لهم هاك يجيو له أبية في خطنا اليايوت، جيب لنا اليايوت، أبية في خطنا شيكولا، جيب لي شيكولا. أنا ولد خويا راه ولدي تما عايش معانا، وبنات مربيتهم لي ما انا خدامه، تما خوت ماشي ولد خويا، ولدي والله ما نبغي عليه، وكيما نعطي لبناتي نعطيه ليه، ما ندسش عليه حتى حاجه. وهي مو تقول لكم كاع راه دروك راه معانا، راه الدار معامري عليها، وغدوه كي تجي لدارها وتفكره كيروح يقرا، كتنوضها الصباح، كيتعشى معاها، كيلعب مع خوته. أرجع العديد من المواطنين سبب انتشار هذه الظاهرة نقص الموعظة والدروس والأئمة الأكفاء ممن لهم تأثير على الشباب. وكاين دور تاع وزاره الشؤون الدينيه، يعني دور تاع وزاره الشؤون الدينيه دور عظيم، احنا ما نشكوش حتى في واحد ولا نقولوا نطعنوا فيها، ولكن عليها يعني ان تخصص ائمه ولا توظف ائمه يعني يكونوا في المستوى. بالله عليك المجتمع ولا ما يعطيش قيمه للامام، ما يعطيش قيمه الحرمه للمسجد. هذه الامور كانت اسباب فانيك. دونك انت بالله عليك انت تدخل مثلا، يدخل هذا الشاب مثلا مقبل على التوبه، هذو اصحاب الاجرام، يسمع كلام يعني كلام يعني ما يضربش في الصميم، ما ياثرش عليه، كيدير يكون اسباب يعاود يتصلح. ائمه عندنا 5 ائمه تبارك الله، يربوا هذا الجيل، يربوا على الدين تاعه، يربوا على الاسلام، يربوا باللي كي يقتل تدخل النار، كي تقتل الزوجه تاعك الجحيم، تغتصب بز كارثه. ما تهضروش على صوالح اخرين. نطالب بالقصاص كما دار لولدي يديروا له، نورمالمون يجيبوه قدام الشعب يقتلوه. دوك هذا غادي يدخل الحبس، من بعدها يعاود يخرج وهو جاري، ماشي بعيد عليا، نعاود نشوفه، نعاود نقتله انايا، نعاود ندير جريمه، تسمى نضيع حياتي. اش غادي نقول لك حتى نهار اللي طلبوا على الدستور اللي قاعد يتبدل، على ما قالوش يطلبوا، على ما طبقاش القصاص هاكتي، على ما طبقوش. دوك كتلوا ذاك البص، عاود كتلوا ولدي، عاود يقتلوا ولد واحد اخر. اليوم ولدي، واليوم ولدكم، ولدك ولا ولد الاخر ولا ولد الاخر. هذا انا نرجع من الاسباب زعما صراحه، الاسباب تاع اللي ربي نرجعها هو ترك شريعه رب العالمين، ترك كتاب الله وسنه رسول الله، لان هذه الاداب ماشي شعارات وكلام يقال على يعني تعودنا نقولوا حقوق الانسان وحقوق كذا وحقوق كذا، لا، لذلك نرجعوا للاصل. الاصل الدواء اللي هو القصاص، يعني يقتل به. والعلماء يقول لك القصاص، الاصل في القصاص ان يتتبع الاثر، يعني تتبع الاثر، الطريقه اللي يقتلها بها. مسلسل اختطاف الأطفال لم تنتهي حلقاته بعد، ولن تنتهي ما دامت الذئاب البشرية تترصد خطوات البراءة لتشبع غرائزها الحيوانية وتنكر بجثثهم خوفا من الفضيحة. وانا ولدي صراب عليه ما صرا، تفكر كنا كاع مازال ولدي ما رواش بالي، مازال ما رواش بالي، فكرت يصرا له. اللي تسقسيته قلت له عبد الرحمن، قال لي خويا راه في الجنه.
نشوف بانه جريمتين في ظرف شهرين في مكان واحد تشوه نوعا ما من سمعه اهالي بن باديس. لكن انا ناكد من هذا المنبر وكاعلامي ونعرف المنطقه هذه بان بن باديس منطقه هادئه. اهل بن باديس ناس هادئين، ناس اهل جود، اهل كرم. حتى هما راهم ما راهمش مامنين باللي صراو جرائم مثل هذه في المنطقه تاعهم. نجيب، ميلود، إبراهيم، هارون، ياسر، سندس، شيماء وغيرهم. براءة سلبت منها حياتها، صغار حرموا من طفولتهم وأضحوا طعما لوحوش بشرية، وبذلك تحتل بلادنا مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تعاني من هذه الظاهرة المخيفة. فإلى متى؟ المشتبه فيه قد اعتقل وجاري التحقيق معه على مستوى فرقة الدرك الوطني لابن باديس، والأكيد أن هذه الوحوش البشرية ستنال عقابها وتكون عبرة لوحوش أخرى لا تزال تترصد أطفالنا أينما وجدوا. نحن لا نفك ألغاز الجرائم لإرهابكم، بل لتعتبروا ولتعلموا جيدا أن لا قاتل يفلت من العقاب مهما بلغت حيلته. إلى اللقاء في حلقة جديدة. هكا ولا خاص ما عيطليش، كان يحوس على عند عماماته وكاع. كي عيط لي الاولى عيط لي قال لي محمد جا عندك، قلت له ودي ما جاش، خاص نضر يجي عندي للدار، قلت له ودي ما جاش، دوك نعيط للدار. عيط للدار قال لي ودي ما جا، كون كاع من النهار ما جاش، قال لي ما جا. عاود عيط له قلت له درك تغدى لابوليس درك. انتشر خبر اختفاء نجيب بسرعة البرق، وشرع الجميع في البحث عنه وتمشيط كافة أنحاء منطقته منذ عصر ذلك اليوم إلى ساعة متأخرة من الليل. انا نهار اللي قالوا لي تودر نقول لك تفكرت كاع نهار تاع ولدي، قعدت نبكي الليل وانا في المنامات مع ذاك الشير هذاك البز، وانا قلت لهم كاع هكا، وقعدت نقول لبنتي كاع هكا فاطمه دوك يردوه لهم، دوك يردوه لهم. تقول لي ماما حلي يدوه، ماشي يردوه. هذاك الصغير هذاك شادر، هذاك شادر 9 سنين مسكين، ما يعرف لا الكحله ولا البيضه. نمشوا نهولوا نمشوا نهودوا مع طريق المشينا، مشينا قلبنا لفظ كاش ولا علينا عينا الله غالب. روح نمشي لبيته، تلاقيت انا وياه عند لابوليس ما كانش. عاود وليت انا عند لابوليس، قلت لهم ودي يا جماعه السيد ما ماشي نورمال. قال لك ودي مدار يغيب، قلت له ما مدارش يغيب، ماشي نورمال. الحق لابوليس الحمد لله تحركوا، صدر بوجاو تمتم، تحركوا من الاذان تاع المغرب حبسوش. ديجا اللي كانوا خدامين في الليل زادوا كملوا في النهار. شو صرا فينا؟ شو صرا فينا؟ شو صرا فينا؟ كاع الليل حنايا ندورو كي المهابيل الخوتي، الليل ولا نهار والله ما خلينا بلاصه وحوسنا فيها. حتى السكانين اللي مبلعين مشينا لهم. انا قلت لخويا، قلت له انا نمشي للجامع، انا نبرح في الجامع، نتوما راكم تحوسوا ما صبتوش، انا نمشي للجامع. والله لا هضرت مع الامام، قلت له ولد خويا ها كيفاه قلت له ما باش يا خويا، قلت له قبل ما يأذن العشاء خاصك تبرح به. قال لي صح اختي، وهكاك هو برح. الناس استخبرت كاع، فما كان قاعدوا بدو يجوا اصحاب خويا بن باديس كل شيء. شوفي راني نقول لك الليل ولا نهار كل واحد قبض جهه، ما كانش. نضنا كاع حنا نحوسوا، حتى انا مشيت نحوس البنات كاع رحنا نحوسوا. الناس تفاكتت كاع الغاشي كاع ولاد بن باديس كاع العيبات لنا. محمد نجيب طفل في 18 من العمر، لا يفقه شيئا في هذه الدنيا غير لعبة النبل كما يسمونها ومداعبة الكرة رفقة أطفال حيه الصغير. درت انا روحي عاقل اللي يجي يمشي يلعب حق اصحابه يضربوه. قسما عظما هكا في وجهه كي تشوفيه يبان ظريف، يبان. انا يجي عندي بزاف للدار خوه اللي صغير عليه ما على بالهش بيا كاع،
هو يشوفني زقيت، كاين عندي واحد الصوالح حطهم في الدار ما نبغوش يخربوا فيهم، غير زقي ما يزيدش يقرب. ولادي ما يخافوش مني كيما يخاف مني هو، وما يخافش مني غير انا، غير تزقي عليه يسكت. نهار اللي داوه نهار الجمعة الصباح، نهار الصباح أبيهم قال لهم اليوم تروحوا تصلوا معايا. لبس قشه عبايتها بيضة كلشي لبسها مع خوتها نساء. انا رايح جمعة ولدي. احنا تروح معاك؟ يقول بعض الأطفال ممن كانوا برفقة محمد نجيب أن شخصاً غريباً ناداه باسمه واتجه نجيب نحوه وكأنه يعرفه. فأمسك الرجل بيده وأدخله السيارة وغادر إلى وجهة غير معلومة. واحد شهود وين يقول باللي شافوا طفل حموده هذا شافوه يلعب في واحد المكان يسموه الزدمه، تما يعيطوا له الزدمه. من بعد ساعه من بعد ولا شافوه رايح مع شخص يقولوا في العقد الثالث ولا الرابع، يعني في 30 بين 30 و40 سنه، كان مرافقه ورايحين في واحد مشيت واحد الحي يسموه السوسيال، هما تما الحي يقولوا له السوسيال. الطفل هذا اللي شافه في عمره 7 سنوات، الشخص اللي رافقه يقولوا مجهول، يعني الطفل لما شاف الشخص اللي رافق حموده ما يعرفهاش، يعرفها عن طريق الملامح برك، لكن معرفه مسبقه ما نظنش انه يكون يعرفها، لكن لانه اذا كان يعرفه كان يقول له مروح مع فلان ويقول له مروح مع شخص، يعني يبقى دائما الشخص مجهول اللي رافق حموده. انا ما شكيتش في واحد، كون شكيت في واحد ولا كنت نقول الامن باللي راني شاك في فلان. انا ما عنديش، كون عندي هكذا مشكل مع واحد ولا بالك ما عنديش مشاكل، كنت نقول لك يعيط لك واحد ولا يقول لك باغي يسقسيك شرب ما تروحش عنده. لما كان كنت مقلشه ما خصه والو، اي حاجه يقول لي عليها نديرها له، اي باش ما يخرج برا يلعب، يقعد في الدار هكذا لي جو ولا ميكرو ولا راهي في الدار، واللي يخرج ربع ساعه ولا يروح عند جداته يقعد كاع من يطول نص ساعه. واللي يضحك عليه المغرب، خاطر انا داير له المغرب خاصها تكون في الدار، واللي فات المغرب كي نحوس عليه نلقاه عند جداته، صافي ما كاش بلاصه نخدمها نلقى فيها. أم نجيب تؤكد أن ابنها يستحيل أن يذهب رفقة غريب، لأنها تنصحه باستمرار بعدم مرافقة أشخاص لا يعرفهم، خاصة بعد حادثة مقتل ميلود والتي لم يمض عليها سوى شهران. بالك يعيط لكم واحد وتروح من عنده ويقول لك روح شري لي نعطي لك تشري، شي لك حلوى دراهم. نقول له شوف هذاك اللي قتلوه علاش هاكي داروا، علاش قالوا لها روح، ولا ما تروحش يزعقوا عليك، يقول لك نعطيك النيبلي ونعطيك الحلوى ونعطيك الدراهم، كيتك ما تروحش. في الموت تاع ولدي في ايام تاع الموت ولدكم ما ينوضوش مع بعض، ينوضوا لهنا يديروا زعما امنوا ينوضوا الشعب ويديروا ينوضوا مع بعضهم، يعاودوا كيما ولدي وعاودت لي هذا الصغير فاميليا. انا نغصب في الكسوه ذاك النهار، كنت نغصب في الكسوه، كان يلعب هنا، جا ناض عندي قال لي ماما يعرف لي الدرس، قلت له ولدي يرقد قلت له هذاك من الحلوى، قلت له قال نهار انت تاكلي في الحلوى قلت له هذاك من الحلوى نعط لك الدرس، قلت له بركاك الحلوى، قلت له كل الخبز باش تسمن. ما يبعدش يضل هنا غيمن يلعب النيبلي ولا يضل بالفيلو تاع ابيه ولا يمشي هنا عند رقيه، يقول لي ماما مشي عند رقيه. بدأت الشكوك حول أن يكون المختطف شخصاً معروفاً لدى نجيب، وإلا كيف نفسر مرافقة نجيب له دون أي مخاوف؟ هذا يعرفهم، هذا غير ولد في لازمه يعرفهم، كي نلقاو له مشى، كان براني خاف منه. كان الناس يبغون، ما عنديش حتى بروبليم مع واحد، صافي دير خدمتي صلاتي، ما نقادر الكبير الصغير الحمد لله. الأب تاع الصديق تاعي حبيبنا عاقل، خدمته بيته، عائلة محترمة حاطين المشاكل كاع ما عندهاش ديان. شخص إلى بيت الجلالي وهو في حالة سكر. جلالي
أسيدالي زين لي خويا اسمح لي. وراح يطلب العفو، لكن وراء هذا العناق أشواك سامة لجريمة كانت تنسج خيوطها في الخفاء. كما نديروا قعدنا واحد الشهرين هكذا. بون واحد الليله جا عندي سكران قاعد يبكي، قال لي انا نبغيك وانت صاحبي والناس راح تدخل بيناتنا وما همش مخلينا زعما نخدموا مع بعض وكاع. قلت له هذيك راها عندك ماهاش عندي انا، ريقل روحك وانا راني معاك. من بعد الفتاه في اللوطو ديتها وصلته. تربص المجرم بضحيته، لكن هذه المرة ليس بالجلالي بل بصغيره. فبينما كان الطفل نجيب يداعب الكرة وأصحابه والوقت عصرا، وجد المجرم بأن الفرصة مناسبة لينفذ مخططه وينقض على فريسته. يعرفوه يقولوا له عمي عبد القادر، صافي يكون يتلاقاه في الطريق ولا يعيط له يروح عنده، بلا ما يعيط له ولدي يروح عنده، خاطر علاه يعرفه بلي صاحبي. نادى المجرم نجيب وفور مشاهدته لهذا الشخص هرول إليه مسرعا بحكم أنه صديق والده ومعتاد على رؤيته في بيتهم، وحتما سيشعر الطفل بالأمان لرفقته. أمسك بيده وسار به لوجهة الموت دون رجعة. قول له بلي راني انا وابيك نخدموا في كاش بلاصه هكذا، روح راه مسحقيك ولا نروحوا عنده، يروح زعما سهله. بصح ماش هي الحاجه اللي بيني وبينه باش يدير لها انتقام. كاش حاجه بيني وبينه، ما كانش دراهم بيناتنا ولا. بعدما أشبع غريزته قام المجرم بقتل نجيب، ولم يفكر كيف سيتخلص من ضحيته، بل كان يعلم فكل شيء مخطط ومدبر. حمل المجرم ضحيته بعدما دخل الجميع بيوتهم وسار بها إلى أشجار الزيتون التي هي ملك للأب الجلالي ولا تبعد عن بيت الضحية إلا بأمتار، وقام بوضع جثة الصغير فوق أغصانها وكأنه بذلك يريد إيصال رسالة معينة، وعاد أدراجه متخفيا. جا وكان ياكل عندي ويشرب عندي ومشي كي ساودي المشي كان يجيب مرته، هو تقريبا يوميا يفطر عندي. ساودي كي تكون خدمة قريبة لداري نجيبه معايا يفطر، ولا زعما ولا تكون كيما نديروا يكونوا عندي صحابي ولا نجيبه ثاني يتعشى معاهم، ولا صافي ندير نعطيه كسوتي، اي حاجه تكون عندي زياده نعطيها له. كنت نشري له حتى الصوالح لولاده، عندها ولد صغير كنت نشري له زعما كي نشري لولادي نشري له، انا نبغيش صافي ندير هذا هو الخير، هذا هو الخير ولا داير كيف هكا. الليله اللي غاب فيها ولدي قاعد نتفكر في صحابي شكون هما، خاطر كي ديكلاريت لوفيسي قال لي تفكر بالك صحابك هكذا ولا تفكر. تا عيط له في التليفون، كي عيط له قال لي رفد عليا نورمال، قال لي عاش نسمع صوتك وهذه الغيبه وماكش قاعد تبان ماك الغالي ما والو. قلت له انا ما رانيش غايب، قلت له انا ولدي تودر، قلت له راني باغي نسقسيك اسكو بالك شته بالك تلاقيته ولا. قال لي لا، قال لي انت وين؟ قلت له راني عند الكوميساريه. قال لي دوك نجي عندك. فما كي انا على بالي بلي ما يجيش، خاطر كان على بالي بلي خرج له بيد ريشيرش. وعاود الصباح قبل ما يلقوا المرحوم ولدي جا عندي هنا عند الدار، جا سلم عليا كي راك داير غايه لاباس. قال لي هذا لقيتوه ولا كاع ما لقيتوش، ما كان لا اخبار لا والو. قلت له ما بانش كاع. قال لي انا غير اسمح لي، قال لي راني ماشي ومرتي خليتها باغي تزيد راها في لوبيتال، قال لي خليتها وراني جاي عندك. قال لي غير اسمح لي، قال لي من بعد نعاود نولي عندك وروح. كان مقلق. 10 خطاوي هكذا ما بانش، 10 خطاوي ما بانش، صافي يدير كان يدير كي جن. قيل أن هذا الرجل أي المشتبه فيه في عملية القتل له قضايا مماثلة في اختطاف الأطفال واغتصابهم، ويقال بأنه متورط أيضا في القضية السابقة أي في مقتل الطفل الأول شعيب الميلود.
عنده قضايا كيف هكذا بزاف. بدير ما هذه الحاجه ماشي على خاطري انا. هو لقى كيما نديروا الفريسه سهله داها، خاطر ما يقدرش يدي نابورت واحد، ما يقدرش يروح معاه. كون نديروا في الليل ولا بالك. دوك هذه في النهار عندها قضايا على حسب اللي قالوا لي. عندها 4، عندها واحده في ورقله حاكمين عليه في الغيبيه 10 سنين، وعندها واحده في بشار. الوقت اللي كان يقول باللي انا كنت في ليبيا هو كان في بشار، كان في الحبس قاعد بالك واحد 7 سنين هو في المكان في الحبس ثاني كذا نفس القضيه. وعندها واحده في غلال ولايه موشنت ثاني كان خارج له بيت ولا شاف كان يحوسوا عليه وهو داير ريزيدونس موشنت. وعندها قضيه هذه عندها 2 قضايا في بنباديس. وجدت ملابس الضحية غير مبللة، مما يؤكد بأنه وضع بعدما توقف المطر عن النزول، أي قبل ساعة الفجر بقليل. طبيب شرعي قال باللي كانوا ناشفين، أنا ما شفتش وما وصلتش. أنا في ذاك الوقت ندور في أي وقت حتى الصباح وأنا ندور. مام هذيك البلاصة كي صليت الفجر مشيت طلعت لهذيك الجهة في المكان درت دورة وهبط. صدي من ذاك الوقت من بعد الفجر ما زدتش حبست. الشتاء حبست مع قبل الفجر. صدي هو حتى من بعد الفجر ولا مع الفجر. ربما يتساءل الجميع أين يمكن أن يكون قد أخذه، وكيف أمكنه تأمين الطريق لوحده وحمل الجثة لوحده على الشجرة دون مساعدة شخص آخر. كل هذا لا يزال قيد التحقيق الذي لم يكتمل بعد. حاب نعرف كيفاش داه وعلاش، ويحكي خاصه يحكي كل شيء. انا كاع هكذا وما رانيش مأمن باللي هو ماشي القضيه هي اللي بينت باللي هو ما كنتش زعما نتصور باللي هو. ظلت أم نجيب تذكر صغيرها وتبكيه وتنثر دمعها، وأنيس وحدتها قد رحل. فنجيب كان يعرف كيف يواسي أمه، فكلما كانت أمه حزينة يمسح نجيب على وجهها أو شعرها ليشعرها بالطمأنينة والحنان. كيما الباز الاخرين حنين شغالي نقول لك يشوفني غير هكا دايره يدي على خدي يقول لي ماما يا مالكي. كنت في السبيطار واحد الخطره كنت في السبيطار قال لي يا ماما يا شفيتيني، قال لي جمعت في الكرسي في القرايه قال لي قعدت نبكي عليك. جات عندها المعلمه قالت لها مالك عبد الرحمن محمد، قال لها ماما يا راه مريضه راه في السبيطار. وبما أن قضية شعيب الميلود تم حلها عن طريق استعمال الكلاب المدربة، استعانت الشرطة هذه المرة أيضا بكلاب المدربة من أجل الإسراع في القبض عن القاتل. وفي هذه الأثناء قادت الكلاب المحققين إلى بيت غير بعيد عن منزل الضحية. من الإشاعات التي انتشرت هنا وهناك هو وجود شيء يخص الضحية في بيت هذا الشخص، لكن تبقى مجرد إشاعات ما دام التحقيق في القضية ساري، مع الحفاظ على سرية التحقيق للوصول إلى فك لغز هذه الجريمة. نظل نشوفه أنا ويعيط لي يقول لي السلام عليكم، زعما نورمال. كي جابوا الكلاب حاشاك وقعدوا يبعدوهم يعاودوا يروحوا حتى لذيك البيت، واحد 3 فوا ولا يروح حتى لذيك البيت. السيد على حسب اللي حكاو لي قالوا لي كي خرج كان لي داك حشمان داو كوفيرتا وداو نقاو نظن التريكو تاعها في المكان، زعما هو 90% خاطر هذا والديه ماتوا، خواتاته تزوجوا، خوه خدا اخرى في الحبس، راه قاعد وحده. يقدر يدير اي حاجه في سكنته، ساكن وحده. هذا اللي يشير صغير ماشي كبير، عنده واحد 20 سنه هكذا. انا ما على باليش بلي عايش وحده، هذا كان على بالي بلي عايش وحده، هذاك نعرفهم نمشي حتى نفهمها طبع عليه، بصح ما على باليش بلي عايش وحده. اولى التحقيقات اشارت انه المتهم الرئيسي في القضيه يكون جار الضحيه. هناك شخصين اخرين اللي حسب المصادر اللي نعتمدوا عليها، مصادر خاصه. هاد الشخصين هما ربما وجهت لهما تهمه عدم الابلاغ عن جريمه، لانه يقولوا بانه
ليله الحادثه والليله اللي تالت الاختفاء الطفل حموده كانوا متواجدين في المكان اللي عثروا فيه على الجثه تاع حموده. يعني بطريقه او باخرى يكونوا على الاقل شافوا شكون هذا الانسان اللي جا خبأ هذيك الجثه تما. كثرت الإشاعات والأقاويل والشكوك حول من يكون القاتل. شبح اختطاف الأطفال واغتصابهم أصبح حديث العام والخاص، والتحقيق ما زال في بدايته ولم يتضح إلى الآن من تكون هذه الذئاب. وهذا احتمال، كل احتمالات تبقى مفتوحه. هو التحقيق هو اللي راح يحدد من هو الفاعل وكيف قام بالاعتداء تاعه والجريمه. لكن كاين المسافه اللي لقاوها فيها، يعني لقاو فيها الجثه غير بعيده عن المسكن تاعهم بحوالي 800 متر هكذا. الحاجه الثانيه انه الناس شهادات الناس اللي تما يقولوا باللي المكان هذاك يعني مكان معزول، الطفل ما يروحلاش غير هكذا. يعني ما يطرح الفرضيه انه العمليه او الجريمه لم تنفذ في ذلك المكان، يعني نفذت في مكان اخر والجثه رمي بها هناك. انا ما يؤلمني وما يؤسفني وما يحزن قلبي ان يعني حادثه صارت في بن باديس عندها 45 يوم تاع مقتل ذاك الطفل الشعيبني، مقتل تاع الطفل هذه نفس الحادث. هذا الانسان اللي دار هذه الحادثه بالله عليك يعني هذا كيفاش تصنفه؟ الجرح مازال ما تكملش، والناس ما في رعب. وزاد هذه الحادثه قام بالاعتداء على الطفل وقتله ودا حطه في شجره. هو الوقت اللي الناس عيات ومشات صافي مع 4:30 هكذا ولا مع الفجر، هو خرج صافي من الناس عيات هو خرج يحطه. احنا ما نقول لا اكس لا اجري، حطه امبوسيبل باش تكون واحد الروح. خدت في الزيتونه وتقلع الزيتون بالبيدو يطيح لك البيدو. نتائج تحليل الDNA لم تصل، والتحقيق مع المشتبه بهم ما زال متواصل، وجهود مكثفة من الشرطة والدرك للوصول إلى الجاني. كل هذا لم يطفي غليل أم احترقت بعد رؤية فلذة كبدها مقتولا ومرميا بين الأغصان. لذا قرر أهل الضحية ورفقائهم تنظيم مسيرة سلمية تنديدا لما يحدث في حق أطفالهم، ومطالبة بإعدام هذه الوحوش البشرية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تمكن هذا الشخص من حمل الجثة ولوحده ووضعها فوق أغصان شجرة الزيتون؟ وكيف تمكن هذا الشخص من المخاطرة بنفسه والخروج ليلا وقطع كل هذه المسافة بغض النظر عن مدى طولها أو قصرها دون أن يؤمن له الطريق شخص آخر؟ وما هي الحقائق التي ستكشف عنها نتائج الحمض النووي؟ لنتابع. بعد ظهور نتائج الحمض النووي انتقلنا ثانية إلى مدينة ابن باديس لنقف على حقائق مروعة. فمن كان ليظن أن مختطف محمد نجيب ومغتصبه كان شخصا مقربا من أبيه. نعرف أخوه كان صديق تاعي، هذه قديمة. من بعد صافي تفارقنا على مرور الزمن، تلاقيت بخوه. كي سقسيت على خوه قال لي على هذا، قال لي راه في ليبيا، وهو كان في الحبس. من بعد عرفت انا باللي كان في الحبس. كي سقسيت عليه قال اسكو راه في ليبيا ولا لا؟ قالوا لي لا كان في الحبس، وهو قال بلي انا كنت في ليبيا. انا ما كنتش نعرفه. كي تلاقيت انا وياه قال لي دبر لي خدمه. قلت له كاين خدمه. دبرت له خدمه كنا نديرو معايا، قاعد يخدم معايا، اشتركنا في الخدمه، قعدنا نخدموا مع بعض. من بعد
ما قعدناش بزاف، قعدنا واحد 6 موا هكذا. جات هذه القضيه تاع ولد الشعيبي. السيد من هذاك النهار شهر ما بانش. كي قعدت نعيط له تليفون تاعهم بالله، نسقسي عليه يقول لي يقولوا لي راه عندنا سبه. بعد هذاك الشهر ولا كل يوم يشرب، كل يوم يشرب. الانتقام من لا شيء، هذا ما فعله القاتل. فبعدما نهى الجيلالي هذا الرجل الابتعاد عن تناول الخمر وأوقف تعامله معه، لم يتقبل هذا الشخص الفكرة ودخل مع الجيلالي في خصام وجدال. شوف، تبغي كل واحد يخدم روحه، تبغي نتفاهموا، انت درك تشرب وانا انسان ماشي تاع هذا الصوالح. قلت له تبغي نتفارقوا وتبغي نكملوا، شو تريق روحك. المهم قلت لها كي تهنا نتلاقوا نريحوا نتقهووا نتفاهموا. ما فما كاين. حتى بعدما تخاصم قدم هذا لا ينصح بمشاهدة هذا البرنامج للأشخاص الأقل من 12 سنة. أهلا بكم في هذه الحلقة من لغز الجريمة. مسلسل اختطاف الأطفال واغتصابهم لم تنتهي حلقاته بعد. حالة اختطاف أخرى عرفتها مدينة ابن باديس بولاية بالعباس. حالة من الخوف والهلع والرعب تعيشها المدينة للمرة الثانية على التوالي، وبالأخص بعد مقتل الطفل شعيب الميلود والعثور عليه جثة هامدة مرمية داخل كيس بلاستيكي. ترى هل سيتكرر سيناريو القتل والاغتصاب مع الطفل محمد نجيب؟ لنتابع. ابن باديس مدينة تابعة لولاية سيدي بالعباس، تبعد عنها بحوالي 40 كيلومتر، وأكبر دوائرها مساحة. في هذه المدينة الصغيرة تسكن عائلة من 5 أفراد. يشتغل رب هذه الأسرة في مجال البناء ليعيل زوجته وأطفاله ال3. مارس 2016 طلب محمد نجيب الطفل ذو 8 سنوات الإذن من أمه للذهاب إلى بيت عمته. أنا عندي نلعب سوا، ما خليناش نلعب. لا ما تروحش. سوا خليني نروح. لا ريحت تلعب، ما تروحش. ما تروحش نجيب. نجيب كان يلعب مع خوه في الجو. دات لهم قلت له شوف، قلت له توربت، قلت له ما دابزش على الجو، قلت له كل واحد تورته يلعب. لعب هو يلعب عاود جا خو قال لي ماما راني ماشي عند رقيه. قلت له ما تمشيش، قال لي ماما يعني نمشي دوك نجي، ما نبطاش. قلت له بردك ما تروحش، قال لي لا نمشي عند رقيه. ديك الخارجه كي خرج ما وليش. شعرت أم نجيب عشية هذا اليوم بشيء عظيم يهوي على قلبها، وأحست وكأن مكروها أصاب ابنها، فنادت صغيرها تسأله عن مكان أخيها. اجري عيط له، اجري نصبح راه برا. يا ربي الله يجعل خير ان شاء الله. شوفي انا نخدم في الكوزينه ونشلل في الكسوه، والله يا اختي زوج خطرات ولا وجهي في ودني. كنت نطيب في الكوشه نسمع، عاود دخلت، عاود جيت هنا عند الباب نشرب في الكسوه تسمعت اللغوه. نقسم لك بالله يا اختي، نقسم لك بالله وهذا لي. قعدت نقسم الرحمن الرحيم شو هذا. قلت له عبد الرحيم روح شوف خوك. قال لي ماما خليني نتفرج نلعب في الجو. قلت له روح شوف خوك. قال لي لا ماما يمشي عند القياض وكيجي. جا عندي مع نص نهار مع 11 كان هو وبنتي يلعبوا، ومن بعد مشينا للحمام. مشيت انا واختي للحمام ووصيت بنتي من بعد روحي دي اختك روحي باش تديها. خرجت انا واختي. هي من بعد بنتي عيطت مع كاع ما تفارقش هي ونا محمد حموتي، ما تفارقش كاع هي وياه. مشات هي وياه
لعبوا ومن بعد عاودوا جاو للحمام. هو خلاته برا وهي دخلت. أخبرت الأم زوجها فور عودته من العمل عن الغياب المفاجئ لابنها، فظن الأب أنه في مكان ما بالقرب من البيت يلهو ويلعب مع أصدقائه، فذهب ليصلي وخرج للبحث عنه. كي دخلت مع 4:30 ماما قالت لي خرج على الوحده ما ولاش. توضيت صليت ومشيت نحوس عليه. كي تلاقيت خويا قال لي شتاه مع جويه 2:30 قال لي مشيت للحمام. مشيت درت طلع في الماكين ما كانش. بلايص قال لي روح عند صحابه عند اللي يقروا معاه كلشي ما كانش اللي شافه. حوس كاع من بعديس. المغرب مرت خويا قالت لي نجيب، قالت لي محمد نجيب، قالت لي ما راهش هنايا. قلت لها المهم انت، قالت لي كاع ما، قالت لي على بالي انايا باللي راه عندكم. قالت لي انا عارفه باللي راه عندكم، على بها قالت لي زعما ما حوتش فيه. لم تعثر العائلة على نجيب عند عمته، وتأخر عن العودة إلى البيت، فظنت أمه بأنه يمكن أن يتواجد ببيت صديق له يدعى عمر، إلى أن جاء هذا الأخير يبحث عنه. عندها شعرت الأم بخطر كبير قد أصاب ابنها. جيت نحوس عليه. مشي راح يلعب معاك؟ ما جاش. صاحبي عمر عنده الفيلو وقال لي مشي عنده، قلت له لا ما تروحش قعد. قال لي يسكن في الليابة. قلت له لا. عاود كي جات 5:30 مانيش عارفة الوقت، جا هذا عمر قال لي عبد الرحيم محمد راه هنا. قلت له ما راهش هنا. قلت له ما كانش معاه. قال لي ما كانش معايا. قلت له عبد الرحيم، قلت له هجري عند رقية، روح سقسي عند رقية. خرج مع كي مشى عند جداته لقى بنات اختي ماشيين عند عمتهم عند خالتهم، راح معاهم فطر في الماكين. كي لحقت الزوج هما راحوا للحمام، ليس الحمام قريب لدار اختي. هما دخلوا الحمام وهو قاعد برا يلعب. كان فايت خويا لقاه في الماكين يلعب، قال اطلع للدار. من فما ما بانش. بالك دوك يجي، خاطش هو كي اذن المغرب حال فيه هو خو الصغير يقول له كي اذن المغرب نحبكم في الدار. نستنى اذن المغرب. قلت بالك دوك المغرب يجي. نستنى وياك تلغى لي في التليفون. قال لي يا درجه. قلت له ما جاش. تقول أم نجيب أن ابنها غادر المنزل باتجاه عمته، كما أنه ليس معتادا على التأخر إلى ما بعد المغيب. كي يبقى يكون عند جدته هنا عنده شون يروح. عندي بناتي متربي مع بناتي، والبنات عندي 2 بنات مربيتهم لي ما متربي معاهم، ماشي وليد خالهم خوت. تا مع الربعه وشافوه غير منا، الجوارين شافوه صحابه. انا داير له وقت خاصه ما يفوتش الاذان تاع المغرب، وانت انا نتسنى حتى الوقت تاع الاذان تاع المغرب. اللي ما بانش عاد نروح نديكلاري، خاطر عنده وقت هذاك خاصه ما كون قاعد يدير روطار ولا خاصه يدخل قبل المغرب. كي صليت المغرب وما جاش هو ديكلاريت عند لابوليس. حادثة اختفاء نجيب تركت خوفا وذعرا كبيرا وسط عائلته وبين أقاربه وسكان منطقته، خاصة بعد واقعة مقتل الطفل شعيب الميلود والعثور عليه جثة هامدة معتديا عليها جنسيا. انا الاحتمال اللي درته قلت انا راه في كاش واحد كريسه راه في دار مبلعين عليه، هذا هو الاحتمال اللي درته. هي قالت نعيط لصحابي وفاميليا الله يخلف عليهم، وقفوا معايا وقفه تاع تراريس بالكبير بالصغير، ما رقدوش حتى الصباح بالشرطه بالدار بكلشي. انا الاولى كي عيط لي قبل المغرب بواحد 10 مينوت ولا حاجه، وانسان متقي، انسان فيه الخير، وليده عمرها ما غبن واحد ولا قزا واحد ولا. استمر البحث عن نجيب إلى فجر اليوم الموالي، ولكن لا أثر للطفل في أي مكان. 9 كانت 9 طلقوه، تلحق الحصري طلقوه، كي لحقت 11 و 12 شي يديروا بيه؟ صايم كاتلينا كيما الاول. قلت لها شوف، قلت لها انا عقلي يقول لي باللي راه في دار مبلع. مر المغرب تروع الفيلاج، الناس كاع ناضت، الجيجان الله يعطيهم الصحه تاع بن باديس كاع ناضوا ما رقدوش.
حنا تلمدنا هنايا وما والله ما تلمدوا الشبيبه البرد ليله اكثر من هذه الليله اللي راكم فيها اليوم عندنا ليله الموت فيها الموت تاع البرد مالا فوق دوك لي هافاي ويجروا بلي لومب مساكين وكاع الليل كاع الليل هما يجروا لا بوليس تاع بن باديس ناضوا من بعديها لحقوا جدرميه. الخوف من القادم كان كالسكين ينخر قلب والدا محمد، لكن بصيص أمل ظل باق في احتمال وجوده حيا. الساعة تشير إلى 11 صباحا، حالة استنفار قصوى عرفتها المدينة فجأة، والحديث عن العثور على جثة فوق غصن شجرة زيتون لطفل صغير، وأغلب الظن أنها للطفل المفقود. جاتني مكالمه ومن يقولوا باللي راهم لقاو الطفل هذاك. في بدا الامر لقاو الطفل الحمد لله اللي لقاوها، يعني للاسف قال لك لقاوها جثه هامده، لقاوها مرميه في وسط اشجار الزيتون. هذه هي المعلومه الاولى اللي وصلت. دونك رحت مدينه بن باديس، لما وصلت تما لقيت الناس فضوليين بزاف تما واقفين، لقيت وكيل الجمهوريه اللي تنقل لعين المكان، الشرطه العلميه، مصالح الدارك، لا بوليس تاع بن باديس وحنا الشعب تلاقينا مع بعض كاع. كارثه تقديش ما على باليش من مشكوره بحاجه، المهم ما على باليش كيفاش شدت يده. انا شدت يده وشدت على تحت، وليت ما قديش نزيد نقرب. شفت الشرطه طلعوا عاودوا لحقوهم لي جوندار، لقاوها في الزيتون منا مطلعينها في شجره. انا ما شفتش، ما خلونيش نشوف وما بغاوش يحكوا لي. وصار اليوم في قبره رحل عني وفارقني حزين. حسبي الله ونعم الوكيل حتى اللي ولدي حرق لي كبتي. يا ربي شنو نقول له، يا ربي تعوض الحق. فكرته يوم يواسيني حرق لي كبتي. يا ربي تجيبوا لنا حرقوه، يا ربي حرقه. ها هما كاع في صراتي ولدي بصح ما يحشموش، عاودوا جابوها عند هذا فانك واحد اخرين كي شافوا هذا اللي راهم في الحبس راهم شايفين الزينه اللي قتلوا ولدي، ما شايفينها زينه، هي نورمالمون ما يعاودوهاش. حسينا لخاطر راهو ديجا راها صرات لفاميلتي هذا. عرفنا باللي تا ولد خويا تصرى لها هكا، كي شفناه ما جاش عرفنا باللي تصرى لها هكا. انتقلت مصالح الدرك إلى عين المكان وأحاطت مسرح الجريمة، وتأكد المحققون بأنها جثة محمد نجيب بعد التعرف عليه من قبل أهله ومعارفه، وعثر على نعله أمام شجرة الزيتون. نزل الخبر كالصاعقة على أهله وعلى سكان المدينة خاصة بعد تقرير الطبيب الشرعي والذي أكد وفاته خنقا بعدما اغتصب. ترى قلبي يا اختي راهي في شهري من اللي داو هذاك البص. شنو نقول لك اختي، راهي في شهري من اللي داو ذاك الباص، ما داروا امن في القرايه. اختي كي داروا ذاك من داو ذاك الباص على ما داروش بوليسيه عند القرايه، داروا بوليسيه عندنا عند السطاد وين يلعبوا الباص عند الجامع. هي في شهرين صرات قلت لك هذه مشكله، وزاد هذا بغيتوني فيه من هذا الصبي، هذا البراءه، هذاك الدنهاك دير فيه كما داروا قوم لوط. يعني الصدمه كانت كبيره، لماذا؟ لانه الجريمه جات بعد شهرين او اقل من شهرين من حدوث جريمه اخرى مماثله، وارواح ضحيتها الطفل هذاك شعيب ميلود ربي يرحمه، لسيناريو واحد. يعني وهذا المجرم هذا اللي تخلى على الانسانيه تاعه، وضعه حتى في الوضعيه اللي وضعه فيها، وضعه يعني تشك باللي روحه، لان طلعوا في القمه، لان الشرطه العلميه كي طلعت الشجره اختفت الشرطه العلميه، اختفى في ذاك البلورك تاع الاغصان تاع الشجره، اختفى كاع ما قعدش يبان.
يعني اللي وضعه في يعني حطه في بوزيسيون وضعه نيشان، وكانت الريح كان قادر يطيح يعني حطه. فاجعة أخرى تتكرر في هذه المدينة، وبعد شهرين فقط حالة من الرعب والخوف تنتاب الجميع والأطفال على الخصوص. دروك رانا نخافوا على بناتنا على ولادنا. دروك انا بنتي نرسلها تقول لي ماما ما نروحش، دروك القرايه ولاو يكرهوها. اي ماما خليني نقعد في الدار كاش ما يصرالي. سما ما يقروش عليا. دوك انا نخدم ولا نديه يقرا ولا نروح نجيبه ولا كيف غندير. صافي دير واحد يكون هاني ولا معليش اللي يداه وجابه. بصح واحد خدام ما يقدش يدي ولده ويجيبه. ولدي قبضني مني يتعود حدايا، هذا في داره يا برا كي داير. احنا بلا قلوبنا غادي يحبس قدام ولادنا، احنا غادي نموتوا قدام ولادنا. علاش 150 تلميذ 150 ام واب عند اللي يكون تستنى. بدأت جهود الدرك وكذا الشرطة في بذل أقصى ما تملك للقبض عن القاتل الذي ما زال طليقاً، وشرعت في عملية تمشيط داخل الحي واعتقال أي شخص يشتبه فيه إلى حين أن تثبت براءته. هم بزاف على حسب اللي سمعت، قالوا لي راهم 19 واحد 19 واحد راهم عند الكلمه الاولى اللي صارت تاع ذاك الوليد على باش مين يجيو ماشي ولاد الفيلاج، ماشي ولاد الفيلاج في وجوههم ماشي ما فيهمش الخير. مشاو قتلوا باز وليد مسكين ما يعرفش يهضر يلعب غير النيبلي. هذا اللي راه فيه الشك ثاني جاي من واحد الدوار ما على باليش مين جاي ثاني خطفه. احنا مازال ما درنا والو، حتى اللي حاشاك يذبحوا في الليل يشربوا ويذبحوا في الليل ماشي ولاد الفيلاج.